من كل شكل ولون جايين ضيوف على مصر، أجمل بلاد الكون وآثارها مالها حصر. فرعوني، قبطي، إسلامي، تشهد على كل عصر، وإيدين بالود ممدودة بتقولك نورت مصر. نورت مصر منين ما تروح، مصر الأصيلة، مصر الجميلة، وجوها بيرد الروح. نورت مصر بلاد طيبة، مصر الهرم، أهل الكرم وقلبهم مليان طيبة. نورت مصر. Diogo. My name is Johan. We are from Portugal. We arrived last Thursday evening, and we will stay in Egypt until next Tuesday. So we are here for 5 days. Visit the pyramids yesterday. And in the afternoon we went to the Egyptian Museum. By the way, we have a very good guide, explanations, because it was a lot of events we did in one day. So we learned a lot about A lot of information. Egyptian culture. So, and today So we went to the Blue Mosque, and now we are visiting the whole neighborhood. of the Coptic area. And this afternoon we are going to the bazaar. And tomorrow we will drive to Alexandria and visit the library. It's a friendly country and easy to go, to come and to visit. Yeah, that's it. Yeah, we will for sure tell all our friends to come and visit this wonderful country. Because a lot of people think the country maybe is not so safe, but that's not at all the case. We are really surprised how safe it is and how friendly people are and how welcome we are. So we will do nice promotion. الله عالأهرامات وسنين بيحكيها الزمان. الله خان الخليلي والحسين والذكريات. الله على أحلى جيرة
تعد مصر القديمة من أهم المناطق الأثرية، وأهم نقطة فيها بتكون مجمع الأديان، لأن هو هنا مصر القديمة بتجمع ما بين الأديان الثلاثة، اليهودية والمسيحية والإسلامية. اليهودية في معبد بن عزرا، والمسيحية في الكنائس، وفي الإسلامية في الجوامع، وأشهرهم جامع عمرو بن العاص. ترجع أهمية أيضا مصر القديمة لعصر ما قبل التاريخ، هو موضح ده في حصن بابليون، لأن حصن بابليون سبب إنشائه بيربط ما بين نهر النيل والبحر الأحمر، وبنيت عليه عدة كنائس، منهم الكنيسة المعلقة وكنيسة ماري جرجس اليوناني، وبداخله المعبد اليهودي والمتحف القبطي وأبي سرجة وبربارة. لذلك تعد مصر القديمة من أهم المناطق الأثرية. احنا دلوقتي شمال حصن بابليون، بيكون في الجهة الأخرى جامع عمرو، هنا في مجمع أبي سيفين. مجمع أبي سيفين بيكون موقعه يقع مجمع أبي سيفين في شارع أبي سيفين المتفرع من شارع جامع عمرو بن العاص. ومجمع أبي سيفين بيشمل 3 كنائس، أهمهم كنيسة أبي سيفين وكنيسة الأنبا شنودة وكنيسة العذراء الدمشقية. هنتكلم عن أبي سيفين، وهو يعد هذا القديس من أشهر القديسين، وله شهرة كبيرة في نفوس المسيحيين، لذلك سميت العديد من الكنائس باسمه والأديرة. كان يعمل أبي سيفين بجند في الجيش الروماني، وكانوا والديه وثنيين، كان يسمى مرقريوس، وعند اعتناقه الديانة المسيحية سمي بفلوباتير، واعتنق والديه الديانة المسيحية. وعندما علم الإمبراطور الروماني باعتناقه الديانة المسيحية أمر بتعذيبه إلى أن استشهد كان سنه في حوالي 25 سنة، وهو كان شاب صغير، لذلك له مكانة كبيرة عند المسيحيين. تعد كنيسة أبي سيفين تشتهر بأن فيها 167 أيقونة، أشهرهم أيقونة القديس برسوم العريان، وفي مقصورة عندي بتوجد في البلاط الجنوب الغربي، فيها مقصورة بتنقسم فيها لقسمين، هي مقصورة خشبية بتنقسم إلى قسمين. القسم السفلي بتكون بزخارف نباتية وهندسية، والقسم العلوي هو عبارة عن 3 عقود، أسفل كل عقد أيقونة. تشمل الأيقون المقصورة 3 أيقونات، أيقونة لإيليا النبي، وأيقونة القديسة دميانة وال40 شهيدة. من أشهر الأيقونات الأيقونة الثالثة بتمثل فيها أيقونة القديس برسوم العريان. تتبع كنيسة أبي سيفين التخطيط البازيليكي. يعني إيه تخطيط بازيليكي؟ يعني هو عبارة عن مساحة مستطيلة مقسمة من الداخل إلى 3 أقسام، أهمهم عندي القسم الأوسط، وهو بيكون فيه أهم العناصر المعمارية اللي هو الإنبل والمنجليتين. الإنبل إيه هو الإنبل؟ الإنبل هو المكان اللي بيصعد عليه كاهن لإلقاء الخطبة على المصلين، والإنبل هنا بيكون يا إما من الخشب أو الحجر أو الرخام، ولكنه هنا موجود من الرخام، زين بأشكال من الصلبان، ويرتكز على 15 عمود بتمثل فيها أول عمود السيد المسيح، وخلفه من قاموا بنشر الدين المسيحي، فكل عمودين شبه بعض بيكونوا هم دول النشر الدين المسيحي. بعدها العنصر المهم اللي بيكون موجود في صحن الكنيسة هو المنجلية. المنجلية بتكون عندي منجليتين، بتكون من الخشب، واحدة بتكون في اتجاه المصلين وواحدة بتكون في اتجاه الكاهن. اللي بتكون في اتجاه المصلين بيكون تحمل فيها الكتاب المقدس باللغة العربية، أما اللي بتكون في اتجاه الكاهن بتكون بتحمل الكتاب المقدس باللغة القبطية. الصورة اللي موجودة عندي تاني اللي هو بيكون السقف هنا عندي اختلف تغطية الكنيسة إلى 3 أشكال. عندي صحن الكنيسة بيمثل فيه شكل واخد شكل جمالوني، وهو بيمثل شكل سفينة سيدنا نوح بس بشكل مقلوب، وهي بترمز هنا أن كل من التجأ
إلى سفينة نوح نجا، فهنا بترمز الكنيسة إن كل من التجأ إلى الكنيسة نجا. بعد كده عندي بيلي أو بيفصل ما بين صحن الكنيسة وما بين المسبح بيكون الحجاب الخشبي أو حامل الأيقونات. الحجاب الخشبي بيكون مزين بأشكال من الصلبان، وسمي بحامل الأيقونات لأنه بيعلوه من أعلى من الكتاب المقدس للسيدة العذراء والسيد المسيح وللملائكة، عشان كده سمي بحامل الأيقونات. بعد كده عندي بيلي حامل الأيقونات المسبح، وهو عبارة عن منضدة بتكون من الخشب أو الحجر أو من الرخام، وبيكون عليها قطع من الخبز وعصير من العنب. بيغطى هذه المنضدة قبة مزينة أو مرسومة من الداخل رسمة للسيد المسيح بيحمله الملائكة. وبينتهي عندي المسبح بحنية بيتجه فيها بيت الصلاة، وهي تسمى في اتجاه الشرق للاتجاه لبيت الصلاة لبيت المقدس. نبتدي نتكلم عن كنيسة العذراء الدمشقية. العذراء الدمشقية سميت نسبة إلى السيدة العذراء، سميت بالدمشقية نسبة إلى أن أحد رجال الأعيان مر على الكنيسة وهي كانت في حالة سيئة. كان في ذلك الفترة يمر بضيقة مالية ومشكلة كبيرة جدا في حياته، وقال إذا تخطى هذه المشكلة واتحلت فإنه سوف يقوم بإعادة بناء هذه الكنيسة. وهذا رجل الأعيان كان بيكون من قرية دمشق في المنيا، لذلك سميت بكنيسة العذراء الدمشقية. أنا اسمي مرشد العجلون من فلسطين نفس القدس. جينا على بلدنا الثاني اللي هي مصر عند إخواتنا، ولقينا كل ترحاب ومحبة. زرنا القلعة، المتاحف، الكنائس، جميع المحلات الموجودة، الأهرامات، إشي بجنن كان، وانبسطنا فيها. الأماكن اللي لسه ضلت علينا ولا نروح عليها السيدة زينب وسيدنا الحسين. والرسالة اللي حابب أوصلها لإخواننا بفلسطين إنه كل احترام للشعب المصري، بيحترمنا وبلاقينا بصدر حنين، والأمان انبسطنا وكل احترام لأهل مصر. نورتوا مصر. نورتوا مصر أم الدنيا. مصر الجميلة اللي يجيلها يعشقها من بعد ثواني، ونسابها ساعة يحنلها، ما هو فيها عاش أحلى معاني، ومسيره يرجع يوم ليها. صدق اللي قال كلمة عليها، اللي بيشرب من نيلها لابد يرجع من تاني. نورت مصر.